ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد. وحشتوني. ما عادش في راحه، في امتحانات دلوقتي، في منكم جزء خلص، ما اعرفش دي حقيقه ولا لا، فما عادش في داعي للتاخير. برضه مش هنطول في المقدمه، اعمل لايك، خش في قناه الواتس، بنسى بالك تحت في الديسكربشن لو في حد عارف يحطها، واعمل لايك. وقبل ما نخش في الفيديو ونصلي على النبي عليه الصلاه والسلام وندعي اخواتنا في فلسطين ربنا ينصرهم يا رب ويقويهم. اول فيديو معانا ونقول الو. والسؤال اللي في راسي ازاي يا مصر بتعمل ايه ازاي يعني ده مش اي هو بيعمل ايه؟ بيقدف بالمكنه. المكنه اللي اخترعها عشان تحفر بيها الارض، تشيل بيها نقله تقيله، ده قرر ان هو يقدف بيها. تعرفش جت في باله ازاي؟ يا نهار ابيض، ابوك هيفرمني. انا مش عايزكوا تجودوا وتقولوا ما اتخانقش بتاع، قولوا الحقيقه، قولوا ان انا اتخانقت. انا بالنسبه لي شكلها كانت خناقه جامده، كان فيها تعنيف. ما حدش تتخانق مع حد مفتري قوي كده، خليك مع حد في السيمبل يعني، على مهله يعني. اتضرب على خناقه احسن ما اتضرب على حاجه تانيه. ماشي؟ طبعا انتوا اطفال ما انتوش فاهمين اي حاجه، واضح ان اخوكم بتاع مشاكل وبتاع خناقات، اوعوا تبقوا زيه. في حاجة ولا مش حاجه. امال ايه؟ قفاك ماله في ايه؟ مفيش حاجه والله. وانا طالع السلم كده لقيت دراكولا مرقد لي، عارفه وكان عايز يمص دمي، بس الحمد لله عدت على خير يعني. مش حاجه، ما هو زي الفل اهو. إيه انت عامل زي القنفذ ليه كده؟ طيب مدخل ما رقبتك مش جوه عامل الشيشة حاجة. ليه؟ مش مدخل رقبتي جوه، ما رقبتي زي الفل اهو. ايوه ارجع كده تاني. اه لا 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 الناحية تانية. اه. ايه ده؟ خناقه كده مع دراكولا ورجالته، بعتوا لي شويه فامباير كده قطروني، بس الحمد لله قمت بيهم يعني. طب فكرني قليل برضه يا حاج ولا ايه؟ خناقه. دي خناقة؟ ايوه هي خناقه. خناقه تحت السلم على الضيق كده. انت هتعرفني دي خناقة ولا مش خناقة؟ وربنا دي مش اللي في دماغك. انت كنت فين؟ مروان وانت ومالك. مروان انت ومالك؟ تعالى. طب لو دي خناقه بجد يعني، ليه في الرقبه؟ ليه مش في وشك؟ ممكن يكونوا عضوا من رقبته يعني كخناقه حقيقيه ورد فعل عنيف. ما عارفين الخناقه. هم عارفين الخناقة؟ قول لابوك. قول له على الخناقه اللي انا اتخانقتها تحت. ايه ده؟ اتخانقت اصلا؟ مفيش يا حاج، في واحده زنقته تحت. دي خناقه دي مش تبقى خناقه ازاي؟ دي مش منظر خناقة، انا عارف الخناقة مش من الخناقة. ازاي يعني؟ اهو. اللي تحت دي بجد مش خناقه يا شباب. وكمان عنده حسنه في رقبته، فتلاقي اللي كان بيتخانق معاه لما شافها اتعصب اكتر فقام معلم عليه. دي لاف بايت. لا لا لا، بقى اسمها خناقه دلوقتي. عيوني وتحفه، وده اكد لك ان كان في خناقه. قصة البشرية من واحدة كانت بتحط الفاونديشن كده على الفرشة وعلى وشها على طول. حاسس كده ان دورك جاي، فتعالي اقعدي هنا عشان اعلمك. مبدئيا ما بنعملش الحركة المتخلفة اللي احنا عملناها من شوية دي، ولا تحطي على البيوتي بلندر وعلى وشك، ولا تحطي على البراش وعلى وشك. المجنونه دي ولا ايه؟ من امتى احنا بنحط البلاشر بالمنظر ده؟ طول عمرنا بنحطه بالفرشه على طول. اول حاجة هتحطي الفاونديشن على ايدك بالمنظر ده، بعدين هتاخديه بالبراش بتاعتك وتبدأي تعملي كده. صح، برافو عليك. دلوقتي بقى لما تيجي تدمجي هتلاقي ان الفرشه بتوزع في كل ايدك يعني. صح. اصبروا كده، شوفوا الدمج وشوفوا قد ايه تحفة. باين ان هو طبيعي. تحفة. تاني اهو قدامكم، هناخد تاني وبعد كده اهو شوفوا. برافو عليك، برافو عليك بجد. طب خلصنا من الشعرانه دي كده، دورها خلص. هنجيب بقى البيوتي بلندر. طبعا بقى بغبائك انت كمان هتروحي تعمليها وهي ناشفه كده، اكيد مش هتدمج حاجه، هتدمج. طبعا بقى في خطوط وبقى في بلاوي زرقاء، بس احسن من ان انت تحطي على طول على وشك. هتجيب عاجبني فيك ان انت عارف كل حاجه ما شاء الله. ميسين الفكره كلها دلوقتي في نظره الاقارب يعني نظره ابن خالتك. يا بخت ابن خالتك بجد. هو ممكن يشرب كل عادي، يشرب اي نوع من انواع الحاجات الموجوده في الدنيا، ما حدش هيقول له انت بتعمل ايه، ولا هيعايروا بيك خالص، هيقول له انت احسن، كمل في الطريق اللي انت فيه. بص يا، كل حاجه في الدنيا اهتمامات وشغف، لكن يعني مش لازم اي حاجه شغفنا يودينا ليها نعملها. بس ربنا يوفقك في الميك اب وتطور اكتر واكتر وتخش في كل المجالات بتاعه النسوان. جامد، عاش. ده العضو الوحيد في الحيوان اللي مش هتلاقي اي حد بياكله. طبعا لوكيشن غريب، فلازم نعمل اكله غريبه. المخاصي. انا اول مره. انا بحب المخاصي بقى، تصدقوا بقى دي باكلها. كل اللي حواليا بيستغربوا الحوار ده، لكن بجد جربوها. هي اشبه تحس ان عارف البطروخ بتاع الرنجه، بس ده بقى بطروخ بتاع العجل. لازم تجربها، فيها ترميله كده جميله، وتبقى مع ميكس كده مع الكبده والقلب والحته الدهنه اللي بتبقى في القلب اللي هي الحلويات دي. انا بحب الميكس ده، لكن اي حاجه لها علاقه بخروف ارميها، انا ما باكلهاش، او ما ترميهاش، كلها انت عشان هي نعمه برضه. جربها في حياتي، كنت بروح اي مطعم لو حد طلبها جنبي يعني بستنفر منه كده شويه. لا 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 لا، هنشوف ردة فعلك بس عليها. يا طعمها حلو الصراحه وبتدوب. بتدوب، اي حاجه بتدوب حلوه. شفتوا خطيب سماسيمو الجديد عمل ايه؟ هي منزله الفيديو وحط على وشه قال هي بقت بالعكس في كل حاجه، ما سبتوش اي حاجه من عاداتنا وتقاليدنا، حاجه واحده بس. كنا عامل لها حفله سوشي. زمان كنت جبت طبق سوشي واحد كده ب 700 جنيه، دخلت في اكتئاب بعدها، بس الحمد لله اتعافيت منه. مركزه مش ان هي تدار على هويته، لكن سايبه دقنه عادي تظهر. طب ما دي عوره برضه نداريها، نحافظ على الراجل بتاعنا، اكيد مقصوده.
ولبسها دبله، يعني يقولوا الفاتحه باكله سوشي. زمان كنا بنقراها في البيت مع الوالد والوالده. بيتهيألي على ما ابني يكبر ويجي يخطب ممكن يخطب فيديو كول عادي، كل حاجه بقت سهله. شوف نظرتها ليه عامله ازاي، شايف يا ميدو؟ انك كيدهن عظيم، خد بالك. لا 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 لا، اتلخبط ما بينها وبين السوشي وكان هياكلها هي، بيحبها بقى يا ميدو بقى عليك. يلا هارد لك تتعوض ان شاء الله. لا 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 لا، نظراتها ليه لوحدها هو ده العوض. فرق ما بين حد بيكسرك والتاني بيغذيكي، هو ده عوض ربنا. طبعا احنا عايزين نعرف وشه، نشوف هو مين. طيب هقفل الاكونت تاني بعد الانفصال عن خطيبها الجديد. ايه ده؟ احنا لحقنا؟ انا لسه عارف الخبر حالا، لحقت انفصلتي؟ هو ده وشه؟ طب والله شكله كبير وناضج عن ميدو، ميدو لسه طفل. وهختفي فترة كبيرة. اوحشكم ما اوحشكوش بقى، دي خلاص خلاص يعني انا طاقتي هنا خلصت. حشكوا بقى ما وحشكوش خلاص، روحوا بقى دار ايتام، اي دار رعايه، لكن انتوا تشوفوني وتتابعوني تاني خلاص انسوها. يعني هي قفلت الاكونت بتاعها ولا ايه اللي دار؟ ما الاكونت بتاعها موجود اهو عادي. في حد مجنون يقفل 3 مليون بايديه؟ الساعة 10:30 بالليل رجعت سنجل تاني وبواجه ضغوطات المجتمع ونظراته القاسية، لكن هعمل ايه؟ اتعودت اني اتصالح مع الوحدة. هي حاطه فلتر يكبر العين ولا هي عينيها كده؟ في التيك توك بتاعها دايما بتبقى كده. لو هي دي عينيها طبيعي ده من علامات الجمال، اسمها عيون البقر. يعني لما حد يجي يقول لك عيونك شبه عيون البقر اعرف ده حاجه حلوه مش حاجه وحشه خالص. تبقى عيون واسعه وجميله شبه عيون زبيده ثروت الاصليه. الفيديو ده من 3 دقايق، يعني انا اول واحد اشوفه. اضحك ولا اعيط؟ الدمعة هتنزل حالا. حالا. ماشي. ممكن بعد اذن اللي شاخخ في حياتي يسيبها؟ شيخ ايه يا سما؟ دي بقت مبوله لا مؤاخذه يعني في الكلمه. احنا ما لحقناش، اتخطبتي نص ساعه انفصلت على طول. انا بفركش بسببكم. كل ما يتقدم لي حد شوف اللي بيحصل، والناس بتقعدوا تكتبوا حاجات. هو ده جمهور وفانز. يتقدم لك حد خلاص بقى ندار عليه كده، مش نحط قلب على وشه. ما كده كده الكومنتات هيشوفها مش هتعجبه. حط قلب على وشه كده مش هيكتبوا كومنتات سلبيه، هيكتبوها برده. مفيش راجل هيبقى على نفسه اهانه من بسبب مراته، هيخلع. هضحك ولا عيطي عيطي. ورب الكعبة ما هنزل لكم حاجة تاني. بكرهكم والله بكرهكم. هي مبسوطه ليه؟ متفقه مع الجمهور طيب عشان تخلعي من الخطوبه دي ولا ايه؟ دي سعيده. لا ستيل سعيده. انتوا دمرتوني خلاص وطيرتوا دماغي. استغرب الناس اللي عايزه تتحكم في جمهورها، في كومنتاتهم، في رد فعلهم. دي ناس زيها زيك، مفيش حد هيتفق على حاجه انت بتعملها في حياتك. كل واحد بقى بدماغه، مالناش دعوه. مراته اهربي من بيت ابوكي. هو في النهارده يوم مشاكل عالمي ولا ايه؟ ثانيه واحده، البنت دي اللي اخده ترند اليومين دول، دي غفلت تقريبا جوزها او خطيبها، وفي كاتب الكتاب مضوه على قايم على بياض او شيك على بياض، المهم حاجه تودي ورا الشمس. والله حسب الله ونعم الوكيل. 800,000 لايك يا اسطى. ما شاء الله. فيكم انا ما كنتش اصدق ان هو حد يعمل معايا كده. الفيديو ده موجه لوزاره الداخليه وقضاه مصر. يا جماعه انا عريس اتكسر فرحتي واتغدر بيه واتنصب عليا يوم كاتب كتابي، والمصحف ده كلام اشهد عليه قدام ربنا. كل كلمه هتطلع مني صدق ومش هكدب في ولا كلمه هقولها في القصه دي. انا يوم كاتب كتابي قعدنا كلنا عشان نكتب كاتب الكتاب وكتبت الكتاب وقعدت اسال المأذون ايه الورق ده انت بتمضينا على ايه؟ انا مش عاطي اخوانه طبعا وبتعامل باصلي، وهو مش عايز يقول لي، المأذون ما كانش عايز يقول لي اي حاجه خالص. المهم خلصنا يوم كاتب الكتاب، فرحنا وعيطنا وانبسطنا وروحنا نمنا. صحيت الفيديوهات اتبعتت لي ولقيت نفسي بمضي على قايمه على بياض. ليه ممكن يحصل حاجه شبه كده؟ ان هو يمضي حد مش المفروض يكون بعلمه او يكون بالتراضي؟ وازاي مأذون المفروض ان هو عارف ربنا يغفل عريس ويتفق مع اهل العروسه؟ اكيد قابض مبلغ كبير. ورقه القايمه كان عمال يمحيها، مش عايز يوري لاي حد انا بمضي على ايه، والمصور عمال يقول لي نزل الشنطه نزل الشنطه، وهو ما كانش عايز ينزل الشنطه وقاصد ان هو يحط الشنطه وعمال يرفع في الغطا بتاع الشنطه عشان يداري الورقه تماما. ده عمليه نصب مترتب لها مش جوازه دي، ده بيقول لك حب 4 سنين. ده هي بقى مرقدها لك من الاول، اكيد عملت معاها موقف اخونتها في يوم من الايام فحبت ترقدها لك بقى لحد اليوم ده. يعملوها والله اصدقها. داري انا بمضي على ايه اصلا، واقول له يا شيخ انت بتمضيني على حاجه انا مش عارفها ولا ايه؟ انا شاكك فيك. يقول لي يا عم امضي، ده انت بتمضي على عمرك وموتك. قسما بالله قسما بالله ده حصل.
مش بيقولها لك مجازا كده ولا بينكشك، لا ده حقيقي فعلا. الفكره ان كلهم وانت بتمضي بتسالهم نفس السؤال، يقول لك ده انت بتمضي على حياتك واخرتك الاتنين واحد، خلاص كده انت طالع من الدنيا. اتقال لي نفس الكلام ده وانا بكتب الكتاب بتاعي، بس الحمد لله ما كانش فيه حاجه يعني. والعروسه نفسها كانت عارفه كل حاجه، يعني انا المغفل الوحيد اللي كنت في الفرح. ومع العلم بقى ان ابويا يوم الخطوبه قال له طلباتك ايه يا حاج؟ قال له يا عم سيبها على ربنا زي ما هي ماشيه. شاف الورقه هنقول له كن فيها ايه، ما شافهاش هيمضي وهنلبسه. دي عصابه يا معلم، عصابه مش اللي هو كلمه مجازيه كده، ده في اتفاق ان هم يعملوا كده. رحت له قلت له يا حاج اجيب لك الحاج ابويا امتى عشان نتفق على حاجات كاتب الكتاب وتفاصيل كاتب الكتاب. يقول لي مش وقته. تلاقي لما كان بيقول له كده يقول عليه ده راجل طيب، بيقول لك مش وقته، مش عايز يتكلم في حقوق ولا كلام من ده، سايبها لله. الناس دي شرياني ياما، وهم يا عينه هيدوا له خازوق حياته. كلمت بقى المفروض ان هي تبقى مراتي عشان اشتكي لها باللي حصل. طبعا بقول لها ابوكي عمل معايا كذا كذا كذا. قالت لي طب ما هو بيضمن حقه وبيضمن حقي يا عمر. انت مالك مكبر الدنيا ليه؟ دي حته ورقه كده هنكتب فيها اي رقم احنا عايزينه ونوديك في داهيه. تفكر بس انت يوم كده تزعلي ولا تبص لي بصه مش عجباني، فكر كده، او فكر تخني، هوديك مش ورا الشمس، ورا كوكب زحل على طول على ايدك اليمين كده وانت داخل. هنسيك اسمك ايه؟ ده ايه الجحود اللي انت فيه ده؟ بدل ما تعمل نفسك مش عارفه اصلا اعملي نفسك مستغربه ازاي ده يا عمر. اعمل ايه؟ طب ايه رايك تيجي نقطع ورقه القايمه دي ونمضيك بقى على شيك على بياض؟ نجيب بقى من الاخر بقى، خليها على بياض. لو انت متضايق قوي من القايمه كيخ اهي، ارمي القايمه وشويه عفش وكلام من ده ولا هيل، لا شيك على بياض اهو، اكتب بقى الرقم اللي انت عايزه. والله يا معلمه ونصها عشان تعرف تحدد المده اللي عايزه تحبسك فيها، تديك بقى مؤبد، تديك 20 سنه 30 سنه براحتها. قلت لها شيك على بياض، قالت لي ما هو يضمن حقه منين وانا اضمن حقي منين؟ حوار ضمن الحق ما بين الطرفين، ما بين الزوج والزوجه في بدايه حياتهم، انا مش مقتنع بيه. انا مقتنع ماشي بحته ان انت عايز تكتب لبنتك قايمه، اكتب القايمه او اكتب الحاجات اللي انت جايبها علشان لو حصل لا قدر الله حاجه تاخدها وتمشي وهي ماشيه، ويا دار ما دخلك شر. وبما ان انا راجل متجوز، انا بالنسبه لي لما جه حصل الموضوع ده انا كنت مستعد ان انا امضي على قايمه عادي، ما عنديش اي مانع. ولما جينا نكتب الكتاب او قبل كتب الكتاب بيوم، قلت لحماتي انا مستعد يعني امضي على قايمه عادي. حماتي قالت لي كلمه حلوه قوي، قالت لي انا مامناك على بنتي مش هامنك على شويه عفش. الكلمه دي في حد ذاتها تقيله وكبيره. هم ما ضونيش على قايمه، وكل العفش ده بتاعي، ممكن حرفيا اطلق مراتي وارميها في الشارع واخد العفش ده كله. الصراحه ساعات الشيطان بيلعب في دماغي بس الايام اللي احنا فيها دي ما عادش في حاجه مضمونه، فانا بقول لكل اب يعني اعمل قايمه لبنتك بس بالعفش بتاعك والحاجات اللي انتوا جايبينها، مش بالشقه كلها. الناس اللي هتسالني انت كنت مش بتشوف وانت بتمضي، او انت مثلا ما كنتش مركز وانت بتمضي على ايه، انت حط نفسك مكاني. انا واحد فرحان ومبسوط بعروسته وقاعد جنب عروسته. الواحد اصلا بيبقى اليوم ده في منتهى السعاده وفرحان فاهم ومتوتر بقى، وبيفكر في الدخله والنيله اللي هو داخل عليها. فانت مش هتقرا الورقه وتقرا بند بيقول ايه، انت يلا يا باشا امضي هنا حاضر. وبتبقى الدنيا زحمه كل الناس بتبص عليك، هتمضي على كل ورقه تجيلك. ده ابسط مثال يا جدعان، ابسط مثال. برقص معاها في كتب الكتاب وفرحان ومبسوط، وهي جنب ودني بتقول لي هو الريتش عامل ايه؟ نسيت حاجه؟ يا بنت الريتش عامل ايه؟ نعمل تيست الحمل دلوقتي ولا نعمل خناقه ان احنا اتطلقنا وهننفصل وكده عشان نعلي الريتش شويه مع بعض عشان نعرف نكمل حياتنا؟ يلا فكر معايا. دي يا اسطى بالنسبه لك حاجه ما ترعبش، يعني حاجه ما تخوفكش، ان هي اصلا بتفكر في كل حاجه ماديه. يعني ازاي في خلال ال4 سنين ما جالكش كام موقف كده او كام اشاره تبين لك ان دي لا ما تنفعش، لا تصلح؟ ايه كويس؟ بتسال على الريتش ومش مبسوطه باليوم اللي احنا فيه. ريتش ايه وخرا ايه اصلا؟ ريتش ايه والسوشيال ميديا زفت ايه؟ فيكي حيل اصلا وفيكي نفس ان انتوا تبقوا كلكم كده مع بعض وطالعه تلعبي وطالعه ترقصي وطالعه مبسوطه. مفيش راجل هيقبل بحركه زي اللي انتوا عملتوها. مفيش كائن حي يعني بيفهم كده هيقبل على نفسه ان هو يعيش مع مراته او يعيش مع واحده ما بينهم علاقه حب وموده وهي معاها او مع اهلها ورقه ممكن توديه في داهيه. فين الثقه او الامان ما بينكم انتوا الاثنين؟ مفيش، زيرو. هل كل الشباب هيحصل معاها كده؟ بيحصل معاها كده؟ لا ما بيحصلش معاهم كده يا اسطى، لكن بس كل الشباب لو كانوا اتعرضوا لربع المواقف اللي انت اتعرضت لها ما كانوش هيكملوا. انت كملت ليه؟ ما اعرفش، هو نصيبك كده وكل حاجه وربنا كاتب لك كل ده. بس اكيد بعد الفيديو ده والريتش والفيراله اللي انت فيها دلوقتي ده الموضوع ترند جامد، اكيد هيكون في تحرك قانوني من ناحيه الدوله. اكيد ايا كان القانون هو اللي هيفصل في الموضوع ده، وربنا يهديكم وكان الله بالسر عليه. وفلنستكفي بهذا القدر. لو انت كملت معايا لحد الدقيقه دي يا ريت تعرفنا تحت الفيديو ومسافه تاخد الارض. باي باي.